تعال اقول لك ازاي تستلم نيمار والاربع لعيبه في اسرع وقت ممكن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في البدايه كده وقبل اي حاجه اشترك في القناه وفعل الجرس اللايك الجميل بتاعك. ايوه زي ما سمعت بالظبط كده في المقدمه، انا جاي النهارده اقول لك ازاي تستلم نيمار والاربع لعيبه التانيين المجانا كلهم في اسرع وقت ممكن. كل ما عليك ان انت تدوس لايك، اشتركت في القناه، دوست لايك، كتبت كومنتك الجميل. يلا بينا يا صاحبي ندخل على الديلي جيم مع بعض. الفكره كلها يا جدعان ان انت في كل يوم تسجل دخول وتحاول ان انت ما تضيعش ولا ضربة جزاء. تعال ندخل كده مع بعض على الديلي جيم. اضافة كويسة، اضافة جميلة، كل الفكرة منها ان هي عايزاك تستهم اكتر باللعبة، عايزاك تسجل دخول يومي، عايز تستفيد منك بالعربي. الفكرة كلها يا صاحبي انت كل يوم لما تسجل دخول هتاخد مكافأة تسجيل دخول دي المعروفة والمعتادة، ولكن الجديد معانا ان انت كل يوم هيبقى ليك ديلي جيم. الديلي جيم ده يا صاحبي ضربة جزاء. ضربة جزاء تتقدم فيها من المرمى اللي على ايدك الشمال لحد النقطة الحمراء اللي في المرمى التاني اللي على ايدك اليمين. وكل ما انت تسجل ضربة الجزاء بتاعتك وما تضيعش، كل ما انت هتاخد مكافآتك اسرع من غيرك، لان اكيد في ناس هتضيع. طب لو ضيعتها، احب اقول لك ان انا لسه مضيع بتاعت النهارده والله. يعني انا ضربة الجزاء بتاعت النهارده انا ضيعتها، فانت ولا اي حاجة. ولكن كل الفكرة ان انت لو ضيعت عادي سجل تاني يا عم، وسجل لليوم اللي بعده وهتجيب وهتضيع. بص يا حبة، ما فيش حد هيجيب ضربات الجزاء كلها، ما فيش حد مش هيضيع، اكيد في ناس هتضيع. فانت لو ضيعت لك ضربة ولا اتنين مش مشكلة، ولكن ان انت ما تضيعش ايام. هي القصة كلها ان انت ما تضيعش ايام، مش تضيع ضربات جزاء. لما تتقدم يا صاحبي من المرمى للمرمى هتاخد نيمار، اسرع واحد طبعا هيسجل هياخد طبعا نيمار بدري. وبعد كده يا صاحبي طبعا انا بعد ما خدت نيمار، هل كده خلاص خلصت؟ لا يا صاحبي، تاني يوم بعديها على طول هيتجدد معاك، هترجع للمرمى تاني، انت هترجع للمرمى تاني كأنك هتبدأ من اول وجديد. طب هاخد ايه؟ هتاخد يا صاحبي الاربع لعيبه مجانا، هتاخد فتحه مجانيه على الاربعه انت وحظك. عندك الحارس كوبل، عندك رونالدو مارادونا، والواد كوستا كورتا ال بي بتاع ميلان، اللي طاقاته اسطوريه يا جدعان، سواء سرعه بدني عرضيات. بص الراجل ال بي ده ممكن يكون اسمه غريب ما نعرفوش، ولكن طاقاته جامده جدا. كارت رونالدو طبعا اسطوري. مارادونا هو عنده 13 سنه يا جدعان، حاجه جامده جدا. طبعا نيمار نسخه سانتوس المنتظره. يعني انا يا جدعان النسخه دي كنت هحاول ان انا افتح عليها جدا، لان انا نسخه اسطوريه في عز نيمار يا جدعان، هو عنده 19 سنه. طبعا رونالدو وكوبل، يعني رونالدو مش محتاج كلام، كوبل كويس جدا كوبل برضه. فانت يا صاحبي لو ضيعت بلنتي حاول انت تاني يوم تسجل دخول. ما لو ضيعت ايام، الفكره كلها انت ما تضيعش ايام، مش انك تضيع بلنتي. طبعا زي ما قلت لك ان انت لما توصل من المرمى للمرمى هتاخد نيمار. الكارت اللي انت شايفه قدامك ده كارت جامد جدا، كارت منتظر. يعني زي ما انت شايف يعني عنده 19 سنة. الخريطة بتاعته يا جدعان نيمار دي بلاينج فورورد نازل الكارت ده. كارت اسطوري نسخة سانتوس. طبعا يعني باين من طاقاته انه هيبقى كارت جامد جدا يا جدعان لنيمار. يعني نيمار معروف بالمهارات بقى، وبما انه صغير في السن فهتلاقيه سريع. يعني النسخة دي كان بيكون بطيء شوية، ولكن بما ان النسخة دي صغير في السن فهتلاقيه سريع. طب انا بعد ما كملت وخدت نيمار، او زي ما قلت لك يا صاحبي برضه هتعيد اللفه من تاني، هترجع للمرمى تاني. من المرمى للمرمى هتاخد نيمار، من المرمى للمرمى هتاخد فتحه مجانيه على الاربع لاعيبه المجانيين، سواء كوبل او رونالدو او مارادونا او كوستا كورتا. فانت يا صاحبي لو ضيعت بلنت، انا قلت لك انا زي ما قلت انا لسه مضيع النهارده. فالاربع لعيبه المجانيين يا جدعان زي ما انت شايف قدامك هم دول. يعني انت لما تخلص اللفه وتاخد نيمار هتعيد من تاني وتكمل اللفه وتاخد حد من الاربعه دول. خلاص هتعيد من تاني وتكمل اللفه تاني هتاخد حد من الاربعه دول. خلاص هتعيد اللفه وهكذا وهكذا لحد ما تاخد الاربعه. الاربع لعيبه دول مجانيين ونيمار مجاني، هتاخدهم. ولكن الفكرة كلها ان اللي مش هيضيع وهيركز وهيسجل دخول يومي هو اللي هياخدهم بدري.
انما انت بتضيع لي ايام، بتضيع لي في ضربات جزاء، مش بتركز. وعايز اقول لك ان انت صح ما بتتعاملش مع بني ادم. يعني انت ما بتلعبش صاحبك في ضربات الجزاء، انت بتلعب ذكاء اصطناعي. يعني انت النهارده حطيت البلنت يمين، بكره حطها شمال، حطيت شمال تاني يوم احطها في النص. غير، لان ده ذكاء اصطناعي كمبيوتر. لو انت حطيتها يمين تاني يوم هيترمى في اليمين، حطيتها شمال تاني يوم هيترمى في الشمال. فانت شغل دماغك، انت ما بتلعبش صاحبك، انت بتلعب ذكاء اصطناعي. حطيت يمين تاني يوم شمال، حطيت شمال تاني يوم في النص، وغير. اتمنى تكون الفكره وصلت لك. دي كل حاجه بالنسبه للديلي جيم، حاجه عاملاها صاحب اللعبه عشان تسجل دخول، عشان تهتم اكتر باللعبه، عشان تجذب الناس للعبه بمعنى صح. بحب اقول لك ان طالما مدياك مارادونا يا بوستر مجانا، نيمار الدنيا كلها كانت تفتح عليه بوستر مجانا، مدياك كوستا كورتا بوستر مجانا. فاحب اقول لك ان في خازوق قادم، اكيد ممكن يضيفوا كارت الجوت، ممكن يضيفوا ايبكات بوستر جديده جامده. وطبعا يا جدعان انا معايا كل الايبك البوستر اللي نازلين، ده لقى لهم فيديو تاني لوحدهم. كروت عايز اقول لك ان كروت جامده جدا ولاعيبه اسطوريه. يعني يعني اضافه كويسه، ولكن اكيد في خازوق قادم. لا تامن كونامي، ايام بيس 21 قاعده تدينا في ايكون مومنت للي يفتكر طبعا يا جدعان الناس القديمه، وتخزوقنا خازوق جامد جدا. فاتمنى تكون الفكره وصلت لك. لايك واشتراك، محتاج اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات. روح لاخر تصويت في القناه وصوت. سلام اخوي.